خرج ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحابه، فوضعوا له سفرة طعام، فمر بهم راعي غنم فسلم، فقال له ابن عمر، أي قال للراعي: يا راعي الغنم، هلم فأصب من هذه السفرة، أي تعال وكل معنا. فقال الراعي: إني صائم. فتعجب منه ابن عمر وقال له: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار وأنت ترعى الغنم في هذه الجبال؟ فقال الراعي: إي والله أبادر أيامي الخالية. فأعجب به ابن عمر وأراد أن يختبره، فقال له: بعنا شاة من غنمك، بعنا شاة من غنمك، نعطيك ثمنها ونعطيك شيئا من لحمها تفطر عليه. فقال الراعي: إنها ليست غنمي، إنها غنم سيدي. فقال ابن عمر: وما عساه سيدك فاعلا إن قلت له أكلها الذئب؟ وانتهت القضية. فتولى الراعي، أي انصرف من عند ابن عمر، فتولى الراعي وهو يرفع أصبعه ويقول: فأين الله؟ فأين الله؟ فجعل ابن عمر يردد قول الراعي ويقول: فأين الله؟ فأين الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما أعظمها من كلمات رفعته عند الله درجات ودرجات. كان بوسعه أن يبيعهم الشاة ويقول لسيده: أكلها الذئب، وانتهت القضية. ماذا عساه أن يفعل؟ سيضربه ثم تنتهي القضية. ولكنه يستحضر قول الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ يستحضر قول الله تعالى: أيحسب أن لم يره أحد؟ قصة قصيرة لكن فيها دروس وعبر جليلة. أعظم هذه الدروس هو مراقبة الله تبارك وتعالى، مراقبة الله تبارك وتعالى التي هي أعلى مراتب الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. دروس عظيمة مستفادة من هذه القصة. الدرس الثاني الذي نستفيده: الثمرة الحميدة لمن راقب الله تبارك وتعالى. هناك مكافأة في الدنيا قبل الآخرة، وما ينتظره في الآخرة أعظم وأكبر. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هناك مكافأة. هذا الراعي لما اتصف بالأمانة وبمراقبة الله تعالى، ما الذي حدث؟ اسمعوا يا أخوان. لما قال له تلك الكلمات ذلك الراعي وأعجب به ابن عمر، يقول راوي الحديث: لما عاد ابن عمر إلى المدينة
أرسل إلى مولاه أي إلى سيد ذلك الراعي، فاشترى منه الغنم واشترى منه الراعي، ثم أعتق الراعي ووهب له الغنم، فأصبح حرا بعد أن كان عبدا، وأصبح مالكا بعد أن كان مملوكا. بعد أن كان مملوكا. درس عظيم ينبغي أن نربي عليه أبناءنا، أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أيها الشاب، أيها الفتاة، يا من تغضون أبصاركم طاعة لله، وخاصة في هذا الزمان الصعب، أبشروا أبشروا، والله مكافأة الله آتية إليكم في الدنيا قبل الآخرة. أبشروا بظل عرش الرحمن يوم القيامة، أبشروا بالفردوس الأعلى يوم القيامة. أبشروا يا عباد الله، يا من تراقبون الله تبارك وتعالى في السر والعلن.